يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفه حلوه جدا 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 وفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الوصفه بتاعت اليوم. بصوا بجد عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا وجميله، موفره جدا واقتصاديه جدا، بس لو مشيتي على الخطوات اللي انا هقول لك عليها النهارده هنعمل مع بعض بني الشركات او بني المصانع بطريقه سهله جدا وبسيطه. وعايزه اقول لك ازاي لو انت مش عايزه تعمليه بالفراخ البانيه هتعمليه ازاي، وكمان هتاكليه برضو بالفراخ واحلى وانضف واطعم من بره، وهتعملي كميه وفيره ربنا يبارك. انا عايزه اقول لك الكميه بتاعت النهارده دي اكتر من كيلو فراخ. انا لو حابه ازود اضاعف الكميه بتاعتي اعملها مضاعفه هزود، مفيش اي مشكله. بس عايزه اقول لك الاول بصي زي ما انت شايفه القطعه ربنا يبارك حلوه ازاي وجميله جدا وموفره. ده يكفيني اكتر من 4 مرات ممكن اعملها. لو عايزه تشوفي الفيديو بتاع النهارده يلا بينا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقه التحضير، ويلا بينا نشوف وصفتنا هنعملها مع بعض ازاي. طيب مبدئيا كده زي ما انتم شايفين هنبعد شويه عن موضوع الفراخ اللي قدامنا ده، بغض النظر عن ان انا هعمل بفراخ وحاجه اسمها بواقي البانيه. طبعا انا هنا عندي نص كيلو من صدور الفراخ او البانيه المقطع او صدور سليمه. لو انت حابه تعملي زي ما انا هشتغل، لكن لو انت عايزه تعملي زي ما انا هقولك هتطلع معاكي زي العسل وجميله جدا. نبعد الفراخ شويه، فبتتعمل حاجه بالصدور وده حاجه تانية بتتباع من عند بتاع الفراخ اسمها الشاورما او بواقي البانيه. بص عايزه اقولك يعلم ربنا ازاي نظيفة وحلوة جدا جدا بالشكل ده. عايزة اقولك ده بيتباع الكيلو بتاعها يعني مش مكمل 60 جنيه، وبجد حلوة احسن ما تجيبي الكيلو الفراخ ب200 جنيه او ب100، وبيبقى فيها زي فتفوتة عظم او حاجة زي كده. انا صراحة يعني قصدت ان انا اسيب لكم حتة تشوفوا ده بيبقى جوه، يعني مثلا ممكن فيها حتة جلدة، فيها حتة عظمية صغيرة، وهو ده بيتباع. تعملي بقى شاورما، تعملي بقى بيها الفراخ البانيه زي العسل. زي ما انت شايفه قطع فراخ ربنا يبارك، طبعا انا كلها غسلاها ومنضفاها. بصي بيبقى فيها قطع فراخ قد ايه، شايفه جميله جدا. يعني لو جبت لك كيلو ب60 جنيه او جبت نص كيلو ما بيطلعش منه حاجات بسيطه، يعني جلده حته عظمه. دي بتبقى بواقي الصدور بتاعه الفراخ او بواقي البانيه، بتجيبيها منه وتفرميها. انا عشان كنت مسافره فقلت هعمل كميه حلوه كده واحطها في الفريزر للعيال يطلعوا منها شويه شويه على قد ما ياكلوا يعني. طيب الكميه بتاعت النهارده ربنا يبارك حوالي كيلو وربع. اشوف انا هضيف عليهم، هنقول كيلو مع بعض. عندي 2 كيس فيجيتار حر، كل واحده فيهم يعني لو هتعملي نص كيلو او لو هتعملي كيلو برضو ضيفي عليه كيسين بيبقى حلو جدا جدا. لو هتعملي نص ضيفي عليه كيس واحد. بالنسبه بقى للخلطه بتاعتي عندي هنا بقسماط مطحون زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عندي 6 معالق بقسماط على الكيلو اللي انا هعمله. خلاص لو هتعملي برضو عايزه تضاعفي الكميه ممكن تحطي 6 معالق، مفيش مشكله قوي. هنشوف البهارات بتاعتنا. انا بتكلم على الحاجه اللي في ايدي لان انا هعمل كيلو. عندي معلقه من الثوم البودره، بصل بودره، بابريكا، وعندي فلفل اسود، وكمان عندي ملح. مش هكتر ملح قوي علشان اصلا البهارات بتاعت النهارده بيكون فيها ملح، فناخد بالنا من البهارات بتاعت الفراخ او الفيجيتار بيكون فيها ملح. هضيف بقى عندي المكون الحلو جدا جدا وهو اللي بيفرق معانا جدا جدا صراحه، لبن البودره. انا ضفت عندي معلقتين لبن بودره على الكميه اللي انا هعملها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده هجيب عندي الكبه وهبدا اشتغل. طبعا الفراخ يا جماعه انا غسلاها ومنضفاها ومصفيه، ويستحسن كمان تبقى تغسليها وتحطيها شويه في الفريزر تجمد معاكي عشان تبقى سهله معاكي في الفرم. خلاص هجيب الكبه عندي وابدا افرم، عشان لو انت فرمتيها طريه شويه ممكن تعلق معاكي وتتعبك شويه انت او تتعب الخلاط، فخليها تبقى جامده شويه. يعني انا بالنسبه لي كانت جامده حاجه بسيطه. بصي لمجرد ما انا بحطها في الكبه بتبدا لف. شايفين ربنا يبارك بواقي الفراخ او بواقي البانيه حلوه ازاي اهو، جميله جدا. ما بتفرقش خالص عن الصدور اللي احنا بنشتريها. انا طبعا عشان زي ما قلت لكم انا هعمل كميه فضفت من ده ومن ده. صدقوني يعلم ربنا انا مش قصدي ان انا احط. هتقولي طب ما انت ضايفه بانيه ما عملتيش ليه كله من ده؟ الفكره صدقوني ان انا كان عندي فقلت هزود الكميه، لكن انا عادي ما فيش مشكله لو كله من ده انا بشتغل بيه زي الفل. حلو جدا. لو خدت بالك وانا بفرمه زي العسل ازاي لونه حلو، وكمان لونه جميل جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده. خلاص فرمتهم عندي فرمه حلوه كده، وهبدا ان انا انزل بالبهارات بتاعتي طبعا، بس عشان الكبه مليانه كتير فانا كان لازم احط شويه شويه عشان ما ينفعش يبقى تقيل قوي على الخلاط معايا. خلاص لو انت حابه تزودي، لو عايزه تعملي نص كيلو بس وتضيفي عليه 6 معالق بقسماط، انا دايما بقول لو حابين تضاعفوا الكميه زودوا زي ما انتوا عايزين. لكن انا بس يعني بكون كافيه او كفيله بالحاجات اللي انا بضيفها البسيطه دي. لكن لو انت عايزه تزودي اكتر زودي، مفيش اي مشكله خالص.
حش بس شويه، وبعدين نزلت بكل البهارات بتاعتنا وبالبقسماط بتاعنا زي ما قلت لك. دول 6 معالق بقسماط على كل كيلو، على اسفه كل نص كيلو عليه 3 معالق. وهضربهم بالكب عندي بالشكل ده، عشان انا عايزه كل الخليط ده بقى الفيجيتار مع البقسماط مع كل حاجه تتضرب في بعضيها. ما تحطيش اي بهارات تاني، لان احنا كده كفيلين جدا جدا، لان الفيجيتار بيبقى فيه كل حاجه، فيه توم بودره وفيه زعتر وفيه كل ما تتخيليه بيجي مع الفيجيتار الجاهز ده. لو مفيش المكيس ممكن تجيبي الفيجيتار السايب، مفيش اي مشكله خالص. وهبدا اضربهم بالشكل ده كده لغاية ما يعملوا عندي كده زي كوريا كده، يلفوا على بعضهم. وبرضه هحط دول اكمل علشان انا عايزة كل البهارات تدخل وتبقى كلها في بعضيها. لو جبت كيلو من عند بتاع الفراخ وجبتيه ونضفتيه، لو في بواقي جلد او عظم او دهن او اي حاجة، وجمدتيه شوية وضربتيه بالشكل ده مع شوية بهارات، وعملتيه لولادك شاورما او عملتيه لهم نفس الحاجة كده، صدقيني طعمه حلو وزي العسل وانضف من بره واوفر بكتير. في ناس بتضيف بطاطس برضو، تحط عليه بطاطس بيبقى حلو برضو. انا شلت شويه من الكبه زي ما انتم شايفين، وبعدين رجعت نزلت بالباقي اللي هو مش واخد بهارات او حاجه، عشان كله يتجانس مع بعضيه ويتدخل في بعضيه. طبعا انا لسه هخلطهم خلطه حلوه في بعض عشان كله يحصل البهارات ويحصل التوابل بتاعته. خلاص زي ما انتم شايفين بالشكل. صدقوني يا جماعه، يعلم ربنا قال الحاجات دي موفره، موفره جدا جدا جدا. حتى لو انت مش حابه تعملي البواقي بتاع الصدور او بواقي البانيه، ممكن تعملي نص كيلو فراخ عادي خالص، مفيش اي مشكله. وزودي بقى زي ما انت عايزه، بطاطس زودي، بقسماط زودي، واعمليه في البيت هيبقى انضف واحسن من بره. ومقارنه لو اشتريتي من بره ازاي انت هتعملي احسن وانضف. بصوا عايزه اقول لكم هنا كده، البقسماط طبعا بيبقى قافش او ناشف يعني ماسك شويه، فانا هخلطها كلها في بعضيها بايدي عشان ادخل كل حاجه في بعضيها، وبعدين نرجع نشوف هنعملهم ازاي. خلاص بصي ربنا يبارك، الطبق مليان. شايفه الكميه حلوه ازاي؟ زي العسل وريحته جميله جدا. بعد كده جبت عندي بقسماط ناعم، وجبت عندي في الكريسبي الاصفر ده، طبعا انا بجيبه وطحنته قبل كده معاكم في الكبه عشان يبقى ناعم معايا بالشكل ده ويشيل معايا. بالنسبه لي انا مش هحط بيض لان دي كميه كبيره، مش هينفع احط لها كل ده بيض. واللبن انا مش هينفع احط في لبن لان احنا حاطين اللبن في الاول. المصانع بتضيف يا جماعه لبن بودره عليه، ما بتحطش زينا احنا كده بيض وحاجات. بصي شوفي انا باخد قد ايه كميه في ايدي، حته كبيره وببدا ابططها، يعني عايزه اقول لك احسن وانضف من بره. طيب هنتكلم بقى سريعا كده عن تشكيله بسرعه. لو انت حابه تشكليهم كلهم وتحطيهم على صينيه، وبعدين ترجعي تعملي خطوه انك بتحطي في البقسماط او في الكريسبي او في اللبن او في البيض، دي ترجع لك انت. بس انا يعني حبيت بس اوريكي خطوه سريعه. انا بنزلها الاول زي ما هي كده في البقسماط، وبعدين باخدها احطها في الميه وارجع احطها في الكريسبي. وناخد بالنا ان احنا تبقى ايدينا نظيفه، مش من الايد دي للايد دي، لان هيبقى معاكي يعمل زي عجينه. فعشان كده بقولك لو انت حابه تعملي الخطوه بتاعه تشكيل كل الفراخ الاول وتحطيها على صينيه، تفردي بقى كيس بلاستيك او كيس او تحطي دهن زيت على الصينيه عشان ما يلزقوش معاكي. لكن انا بص عملت واحده على طول، وبرجع انفض ايدي نفس الحاجه من الكريسبي، وارجع اخد حته طبعا فراخ تاني وببل ايدي بالميه عشان ما يلزقش معايا. فزي ما قلت لك لو انت حابه تخلصي الكميه كلها وترجعي بقى تشكلي مفيش اي مشكله، بس في كل الاحوال خلي بالك من ايد لايد عشان ما توسخيش الكريسبي ده ويعمل معاكي زي كوبتيله عجينه. خلاص ده هو ده قصدي. بامانه 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 طعمه بيبقى رهيب وانضف واحسن من بره مقارنه بكتير بكتير. وان شاء الله بمشيئه ربنا، بمشيئه ربنا ده هيبقى ان شاء الله شغل انا هطلعه من البيت بمشيئه ربنا ان شاء الله. خلاص بعد كده بنزلها زي لو انت حابه بقى تزودي الكفر. ايوه انا حبيت بس اوريك الخطوه دي، تعملي كفر اكبر شويه، بتنزليها الاول في البقسماط وتنزليها في الميه وترجعي تاني على البقسماط والميه تاني، يعني بتنزليها مرتين في الميه ومرتين في البقسماط واخر حاجه الكريسبي. لكن انا بصراحه حبيت قوي ان انا اعملها بس مره كريسبي ومره بقسماط زي الفل. حلوه جدا، فالطريقه اللي تريحك اعمليها. بصي هنا بيبقى الكفر بتاعها بيبقى كبير قوي، وده بيكون شغل مصانع اكتر اكتر. بس طبعا المصانع مش هتعمل زي ما احنا بنحط فراخ كتير، لان هم اصلا كله بيحطوه عباره عن بودره وبهارات وتوابل، وما بيضيفولكوش اصلا فراخ زي ما احنا بنعملها. وبيبقى كمان بطاطس كتيره قوي. هخلص كل الكميه بتاعتنا وبعدين نرجع مع بعض تاني عشان ما اطولش عليكم حبايبي اكتر من كده. يلا بينا. وزي ما انت شايفه كده ربنا يبارك، الكميه بتاعت النهارده حلوه جدا جدا.
كمية كبيرة. وعايزة اقولك يعلم ربنا انا ولادي واخدين منهم الف هنا على قلبهم، 4 قطع كمان كلوهم، يعني ربنا يبارك. انا عايزة اقولك الكمية دي وفي 4 قطع كمان كبار، يعني لو عندك عيال ربنا يخلي، الحتة مش قليلة في وجبة الاكل، ده حلوة جدا جدا جدا. لكن احنا صراحة بنطلع كل واحد حتتين بنعملهم سواء بقى لغدا او عشاء. اشوفكم على خير، وصفة جديدة وفيديو جديد وطريقة الحفظ بيتحط في اكياس في الفريزر. باي باي.